عارف انت لما اقول لك على قد فلوسكو. مباراة النهارده على قد فلوسكو. يعني كل الفرق اللي هي بتلعب في الدوري دي والله العظيم قدام النادي الاهلي كومبارس كلها. فالنادي الاهلي النهارده بيكسب مباراة متوسطة المستوى، لان المنافس اللي قدامه مفيش له انياب، مفيش له دوافع. هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، يعني لو الدوري كان منتظم من بدري كان هيبقى فيه دوافع، كان هيبقى فيه شكل احسن من كده. ولكن يحسب النهارده ان الراجل بدأ بقفشه. يمكن هو على ما احرجوا الماتش اللي فات ونزلوا اخر 10 دقايق ونزل احرز هدف الفوز، فبدأ بيه النهارده. هو كانت الحاجه الحلوه النهارده في مباراه النهارده. على العموم 3 بونت بيتحطوا في الصندوق، 3 بونت بتقرب النادي الاهلي بشده وبتدي له دفعه ان هو الماتش اللي جاي بتاع بيراميدز، ان هو لو تعادل كده خد الدوري. لو تعادل كده خد الدوري، عشان ياخد الدوري يتعادل الماتش اللي جاي اللي هو مع بيراميدز، لان هو اللي بينافسه المنافس التقليدي. اتعادل هيبقى الفرق زي ما هو 4 بونت، يبقى خلاص كده الاهلي مش حتى لو وقع في ماتش عمره ما هيتعادل ماتش تاني ولا يخسر تاني، هيبقى الفرق بونت. ده اذا وكمان بيراميدز لو مشيت كمان ان هي بتكسب الماتشات بتاعتها اللي جايه يعني. فعلى العموم يعني 3 بونت بالنسبه للنادي الاهلي انا من وجهه نظري بسهوله، لان الخصم ما كانش له انياب. احنا قلنا المره اللي فاتت الدوري هيولع، لان النادي الاهلي مش عايز يخسر الدوري، واخد بالك، وكسب بيراميدز. وقلنا الفرق اللي جايه دي زي مودرن سبورت وسموحه وسيراميكا، ولما هيلعبوا الاهلي والزمالك مش حكايه بقى في دوافع، بس هنشوف كوره بقى، هنشوف امتاع في الكوره دي. ما بتلعبش تحت ضغط، وفرقه بتلعب تحت ضغط اللي هو النادي الاهلي وعايز الدوري. فهنشوف فرقه بتلعب كوره عشان تمتع نفسها وتمتعنا، اللي هي الفرقه اللي هتلعب ضد الاهلي سواء المصري او سيراميكا او اي فرقه من الفرق اللي هتلعب الاهلي. انما الاهلي غصب عنه، لان الراجل بيلعب على ال3 نقاط، يعني ما يهموش الفتره دي بقى الاداء قد ما ياخد ال3 بونت عشان يزود في رصيده، وما يضمنش بقى بيراميدز هيعمل ايه. السلام عليكم. في الاول بنبارك لرمضان صبحي براءته من قضيه المنشطات. مهما كان اختلافك مع اللاعب، لما يكون لاعب صغير السن ويتهم في قضيه منشطات هتضيع مستقبله، مفيش اي واحد سوي يقدر يفرح في حاجه زي كده ابدا ابدا. فمبروك في البدايه لعوده رمضان صبحي. طبعا الخبر النهارده اتسرب واتنشر وتاكدنا منه، والمشكله ان بيراميدز بيقول لك ان هو هيلاعب الاهلي او هيكون جاهز لمباراه الاهلي. مفيش مشكله خالص، هو رمضان صبحي لاعب جيد جدا، وحتى لو هيشارك في مباراه الاهلي مفيش مشكله. الاهلي ما بيبصش ابدا للمنافس اللي قدامه، لكن انت كده بتصغر نفسك كفريق بيراميدز لاكتر من انت صغير. فهل انت كنت واقف على رمضان صبحي؟ يعني هل رمضان صبحي هو نص الفريق، في وجوده هيفوز، مش في وجوده مش هيفوز؟ طبعا بيصغر نفسه كتير قوي بيراميدز اكتر ما هو صغير. طن صبحي لاعب كويس ولاعب مؤثر، لكن الاهلي طبعا ما بيدورش على المنافس لانه بيدور على البطوله. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكرر الفوز على بيراميدز تاني. دي بالنسبه لموضوع رمضان صبحي. نيجي للهجاص رضا عبد العال. كل الناس شافت المباراه ان المباراه كانت مباراه تقيله وخصم رزل، وفيوتشر ما كانش خصم سهل ابدا، وكان عنده انطلاقات، ومدربه الممتاز طلعت يوسف كان عامل زوم ديفنس وضغط على الاهلي في كل ارجاء الملعب، والمباراه كان فيها نديه. ومع ذلك الهجاص طلع يقول ان الاهلي فاز على منافس على قده وعلى قد فلوسكو، وفريق بيلعب من غير هدف، وفريق بيلعب. كل ده بيكلموا على مين؟ على فيوتشر. يعني انت كنت بتتفرج على مباراه تانية يعني فيوتشر اللي هو تقدم بهدف وكان ضاغط على الاهلي في ارجاء الملعب، وفريق خصم مش سهل، فريق رزل في الحقيقه. وانا كنت متخوف من المباراه دي، والناس كلها شايفه ان المباراه كانت صعبه، وهو طالع يقول ان الخصم كان على قده ومباراه على قدها، وخصم ما عندوش طموح وما عندوش اهداف. يعني بيقلل من امكانيه من فوز الاهلي، وبيقلل من قيمه الفوز اللي حققه النادي الاهلي. فرغم هتلاقيه يرجع يقول لك ايه، بيرجع يقول بعد كده ان المهم دلوقتي الاهلي يفوز عشان هو مضغوط وبيدور على ال3 نقط مش بيدور على الاداء.
يعني كلام متناقض مع بعضه خالص. بيرجع بعد كده يمسك الشناوي، كل مباراة لازم يمسك الشناوي. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة مهمة، في قطاع كده من الاعلام الزملكاوي على رأسه رضا عبد العال عاملين حملة من زمان، حتى من قبل الشناوي مستواه ما ينزل، مع اعتراف ان الشناوي فعلا مستواه مش قد كده اليومين دول، وده وارد. يعني اي لعيب ما بيفضلش مستواه عالي طول الوقت، بيتعرض ليه شوية كده فتراته بيهتز، خاصة ان الشناوي كان قبل الاصابة كان مستواه احسن من كده بكتير. ماسكين الشناوي حملة جامدة جدا وبيتصيدوا له كل الاخطاء، والشناوي انتهى والشناوي مش عارف ايه. انا قلت قبل كده في فيديو سابق ان النوع ده من الحملات بيزيد من سوء مستوى اللاعب، لانه بيضغط عليه نفسيا وبيربكه. لان ايوه اما بيلاقي ناس كتير بتتكلم ان المستوى نازل مستوى نازل مستوى نازل. المشكله كمان ان في بعض الجماهير الاهلاويه بتكتب في التعليقات عن سوء مستوى محمد الشناوي. مفيش مشكله، المفروض احنا كجماهير النادي الاهلي بنشجع اللاعب اللي بنفتكر له لما وقف معانا كتير، عمل ماتشات كويسه، ساهم مع الاهلي كتير في بطولات، بنشد من ازره عشان يرجع لمستواه تاني. حتى لو كان الشناوي مش هيكمل مع الاهلي ويروح الدوري السعودي، في النهايه هو لازال كابتن النادي الاهلي وله كل التقدير والاحترام. بعد كده بيمسك بقى كل ماتش على امام عاشور، هو ما بيذكرش اسمه، بيقول لك ان النوس ما بيعملش حاجه، وبالاشاره طبعا بقفشه طبعا ما حدش يختلف عليه ان هو لاعب مؤثر ولاعب مهم جدا جدا، لكن هو ما كانش بيلعب في مكان حته امام عاشور يعني اصلا. يعني كل واحد كان ليه مركزه وليه وظايفه في الملعب اللي والتعليمات اللي مديها لهم مارسيل كولر. وما ننكرش ان النهارده امام عاشور مستواه اتحسن احسن من الماتش اللي فات، وكمان جاب هدف التعادل وضربه راس جميله جدا جدا، الحاجات اللي هي ما بتعملهاش على المدافع الفاهم الواعي، كان عنده روح في الملعب. لكن اللي تلاحظوا ان الهجاص دايما كل مباراه بيشن حمله على الشناوي وامام عاشور. فطبعا اللي انا عايز اقوله ان ده ما بحدش بياخد منه كلام نهائي، ما بتكلمش على الاخطاء التحكيميه، ويا دوبك اتكلم عن ضربه الجزاء، عن الهدف اللي اتلغى لقفشه، ويقول لك ان هو فاول. فاول على مين؟ لو رجعنا الناس كلها حتى الحكم توفيق السيد، الناس لما رجعت المباراه لقت ان رجل وسام ابو علي ضربه الكوره، يعني لاعب الكوره ما كان بيلعب على الكوره، ملوش دعوه برجل عمرو السيسي نهائي. يعني الكوره ما فيهاش اي فاول نهائي، وهدف صحيح 100% اتلغى لقفشه. الهدف ده لو جه في التوقيت ده كان فرق كتير مع النادي الاهلي، لان كان في بدايه المباراه كان هيغير من مجرى اللعب تماما، وهيربك حسابات فيوتشر، وهيبدا يدي دفعه معنويه كبيره للاعبي النادي الاهلي، وكان ممكن الفوز يكون اكبر من كده بكتير. لكن قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ربنا اراد ان احنا نفوز بالفوز ال14، نواصل مسيره الفوز نحو الاحتفاظ ببطوله الدوري. ان شاء الله الماتش الجاي يكون ماتش حسم الدوري باذن الله مع الاسيوطي او بيراميدز.